ركز بقى معايا باشمهندس. احنا المره اللي فاتت كنا بدانا في شابتر كام؟ شابتر 6. طيب شابتر 6 يا باشمهندس كان الهيد لاين بتاع الشابتر كان اسمه ايه؟ قال لك كان بيتكلم عن البايبس وكان بيتكلم عن ايه؟ البامبس. بالله عليك اتكلم معايا. طيب باشمهندس انا هبدا اعمل ريفيجن على شابتر 6 ولكن عن طريق ان انا هحل مثال. بتاع رقم 6 في الشيت بتاعك بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشمهندس انا عندي تانك، وركز بقى معايا لان انت المفروض تحل. انا عندي التانك ايه؟ عندي اليفيشن 122.8 هيرمي ميه او هيدي ميه للتانك بي اللي هو عند اليفيشن كام؟ 102 بوينت كام؟ بوينت 8. انت متخيل يا باشمهندس ان تانك ايه اللي هو عند ال 122.8 فوق وتانك بي اللي هو عند ال 102.8 تحت ب 20 متر وهحط بامب. هحط بامب فين؟ قال لك هحط بامب هنا يا عم. ايه؟ هو عاملها لك كده ولكن هو بصلك ازاي؟ بصلك في البلان. اعتبرها في البلان، اعتبرها تانك طالع هنا كده وتانك طالع كده. فاهم؟ ولكن الفكره كلها يا باشمهندس انت حطيت بامب فين؟ عند تانك ايه؟ اللي هو عند الاليفيشن الايه؟ اللي اعلى. هل ده ينفع يا باشمهندس؟ قال لك ينفع ولكن بشرط ايه؟ ان فرق الهدات دوت ما يبقاش اكبر من الاتش فريكشن. صح ولا مش صح؟ ما هو لو اكبر من الاتش فريكشن يبقى البامب دي ملهاش لازمه. لو اقل من الاتش فريكشن هو مش قادر يتغلب على الفريكشن بتاعك فمديله بامب ترفع الهيد عشان تودي الميه. طيب قبل ما ابدا في حل المثال تعرف يا باشمهندس دلوقتي ترسم توتال انرجي لاين واعمل نجلكت، اعمل نجلكت للماينر لوسز. تاني عاوز ارسم يا باشمهندس في المثال دوت توتال انرجي لاين ومحتاج اعمل نجلكت لمين؟ للماينر لوسز. اعملها ازاي؟ ابدا بايه الاول؟ طيب انت قبل البامب الميه هتبقى ماشيه على ايه؟ على السطح. ليه ماشيه على السطح يا باشمهندس؟ عشان الفلوسيتي بزيرو. انت بتنجلكت. اول ما هتروح للبامب ايه اللي هيحصل في الهيد بتاع الميه؟ هيبدا هيطلع بالايه يا باشمهندس؟ هيطلع بالهيد بتاع البامب اللي هو اكيد 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 اكبر من الايه؟ من التانك او هيوديني للتانك. حلو قوي اهو. طيب بعد كده يا باشمهندس هينزل بسلوب. السلوب ده هيوديه فين؟ على وش التاني. قال لك على وش التاني على طول ولا فوقيه بحته؟ على وشه على طول ولا فوقيه بحته؟ احنا بنجلكت الماينر لوسز دلوقتي يبقى لازم اروح فين؟ قال لك يا باشا بص بسم الله الرحمن الرحيم انت هتروح على وش الميه اهي. ليه يا باشمهندس بتروح على وش الميه؟ لان الحته اللي انت نزلتها هنا لما انت كنت بتروح هنا فوق الميه في سكوير على 2 جي ديت كانت مين؟ الماينر لوسز بتاعتك اللي انت اوريدي عملت لها ايه؟ نجلكت. طيب باشمهندس عند نفس الرسمه تعالى ارسم لي هيدروليك جريدينت لاين. هعمل ايه؟ هو بكل حاجه ولكن يا باشمهندس السلوب دوت هنزل منه قيمه اسمها في سكوير على 2 جي اهي. ليه نزلت يا باشمهندس القيمه دي؟ علشان السرعه جوه البايب لاينز دي بفي سكوير على 2 جي. صح ولا مش صح؟ في مشكله دلوقتي؟ طيب قال لك في المثال ده ايه؟ قال لك يا باشمهندس انت عندك تانك ايه؟ تانك بي. من تانك ايه لتانك بي انت عندك التوتال لينس بتاع البايبس ب 11800 متر. وبيقول لك ان انا عندي هعمل سبلاي هدي من تانك ايه لتانك بي قيمه 900 متر كيوب وهشغلها كام ساعه؟ 10 ساعات في اليوم. يبقى الوركينج اور كام؟ 10 ساعات. طيب وبيقول لك يا باشمهندس ان السبيد بتاع البامب ب 1450 ار بي ام. يعني ايه كلمه ار بي ام؟ ريفوليوشن بير مينت. قال لك حلو. قال لك بسم الله الرحمن الرحيم اعمل لي ديزاين. اعمل لي ديزاين لمين؟ اعمل لي ديزاين للبايبس. ها على طول قول لي انا هعمل ايه؟ انت عارف المعلومات. ايه؟ هات ايه؟ عايز الدايمتر اهو. محتاج الدايمتر اهو. هعمل ايه؟ هجيب الايه؟ لا 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 هاسيوم يا باشا. هاسيوم ان الفيلوسيتي بكام؟ لا افتكر بالله عليك انت وقفت عند شابتر 4 يا عم. هاسيوم ان الفيلوسيتي بتساوي 1.5 ايه؟ متر بر ايه؟
بير سكند. وبعد كده يا باشمهندس هتعمل ايه؟ معايا الكيو في كام ساعه، معايا الفيلوسيتي، اجيب مين؟ اجيب الاريا، ومن الاريا اجيب الايه؟ بالله عليك هتتكلم معايا اهو يا باشمهندس. انا عندي الكيو بتاعتك بتساوي 900 متر كيوب، اقسمها على كام؟ قال لك اقسمها على 10 ساعات. ال 10 ساعات دول اضربهم في 60 دقيقه، اضربهم في 60 ايه؟ ثانيه، وطلع لي الكيو بالمتر كيوب بير سكند، هتطلع ب 0.025 متر كيوب بير ايه؟ بير سكند. قال لك يا باشمهندس حلو، الاريا بقى بتساوي الكيو على ايه؟ على الفيلوسيتي. الكيو اهي ب 0.025، الفيلوسيتي بتاعتي ب 1.5، هات لي الاريا وقول له ان الاريا بتساوي الباي على 4 في الدي ايه؟ في الدي سكوير. ومن هنا يا باشمهندس تجيب الايه؟ الديامتر. الديامتر بتاعك طلع بكام؟ طلع ب 145 ملم. اخد الديامتر بكام؟ 150 صح كده؟ قال لك يا باشمهندس ساعتها هتروح بسم الله الرحمن الرحيم تاخد الديامتر بيساوي 150 ملم، وتروح تجيب ايه؟ الفي اكتشوال اهي يا باشمهندس. والله انا هجيب الفي اكتشوال بتاعتي بتيكوال الكيو اوفر الاريا، ومنها تجيب الفيلوسيتي طلعت ب 1.4 متر بير سكند. يبقى انت باقي المساله هتتكلم على الديامتر ب 150 مللي، هتتكلم ان الفيلوسيتي ب 1 كام؟ 1.4. في مشكله لحد دلوقتي؟ حد عنده مشكله؟ الرجال اللي ورا حد عنده مشكله؟ صح معايا. طيب قال لك ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، المطالب دي يا باشمهندس بتيجي في الامتحان كده، يعني انت عندك مسالتين في الامتحان في البامبس، هي دي اول مساله، والمساله الثانيه اللي هنشرحها السكشن اللي جاي. لو انت عندك 2 بامب شغالين مع بعض فوق بعض از بارلل او جنب بعض از سيريس، هم دول مسالتين بنفس المطالب بنفس كل حاجه. طيب المساله الثانيه او الحته الثانيه في المثال بيقول لك ما تجيب لي يا عم الاتش ريكوايرد للبامب. ايه؟ بس تخلي بالك ان انا هنجلكت الماينور لوسز. يبقى انا بس معايا مين؟ الفريكشن لوسز. باشمهندس العبها صايمه، يعني ايه؟ ابدا من الاول خالص. انا هعمل برنولي بتوين بوينت A لبوينت A B. عند بوينت A الاليفيشن بكام؟ 122.8 زائد الاتش ايه؟ الاتش بامب اهي. ما هو ده اللي هيوصل الميه الناحيه الثانيه. قال لك هيوصل الميه لفين؟ هيوصلها الاليفيشن 102.8 زائد مين؟ الاتش فريكشن. انت محتاج تجيب الاتش ايه؟ بامب. عشان تجيب الاتش بامب لازم تجيب الاتش ايه؟ فريكشن. اهي يا باشمهندس. والله يا باشمهندس انا عارف القانون بتاع الاتش فريكشن اللي هو بيساوي 8 في الاف في ال في الكيو سكوير على الباي سكوير في الجي في الدي بار كام؟ معاك ايه وما معاكش ايه؟ ما معاكش ايه؟ اف. معاك اللينس؟ معاك كيو، معايا الدايمتر، ودوت كده كده ارقام ثابته. محتاج اجيب الاف. طيب الاف يا باشمهندس اجيبها ازاي؟ الله ينور عليك. يبقى اول حاجه لازم تجيب الرينولدز ايه؟ الرينولدز نمبر. اهو يا باشمهندس هجيب الاول الرينولدز نمبر اللي هو بيساوي ايه؟ الفيلوسيتي تايمز الدايمتر على الكاينماتيك ايه؟ فيسكوستي. طيب الفيلوسيتي بكام؟ ب 1.4 اهي. الدايمتر ب 0.15 اللي هي 150 مللي. الكاينماتيك فيسكوستي يا باشمهندس لا 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 لا. الكاينماتيك فيسكوستي هي فيسكوستي، هي الزوجه. البامب مالهاش لزوجه ولا البايب لاين، الميه هي اللي ليها الزوجه. فهي الكاينماتيك فيسكوستي بتاعت الميه اللي هي رقم انت المفروض تبقى حافظه ب 1.11 في 10 اس سالب 6. خلي بالك بقى من دي. تمام؟ طيب احسب الحسبه دي هتطلع تقريبا ب 298,000 وحاجه. يبقى تربلنت ولا لامينار فلو؟ يا جماعه اكتر من 4000 298,000. تمام؟ يبقى انا عندي الفلو بتاعي تربلنت فلو. طيب وانس ان انت عملتها تربلنت فلو تروح تعمل ايه؟ اروح اجيب من ايه؟ من مودي تشارت، او ممكن تعوض في الايكويشن. فاكر الايكويشن الامبيريكال؟ ايه؟ لا مش هتحفظيها، بتبقى موجوده فوق الجدول، بتبقى مكتوبه على الجدول على الشارت يعني. طيب عشان تخش الجدول معاك الرينولدز نمبر، معاك بتخش بالرينولدز نمبر في الاكس صح؟ اهو ده الرينولدز نمبر من تحت اهو. بتخش في الواي بالايه؟
بالابسلون اوفر ايه؟ دي. طيب الدي معاك، الدي معاك، الابسلون بقى اجيبها منين؟ هي دي بقى اللي انت قلتي عليها من الجدول بناء على الماتيريال بتاعت مين؟ البايب لاين. طيب قال لك ان الماتيريال بتاعت البايب لاين وليكن بي في سي، يبقى خلاص هخش على البي في سي اجيب الابسلون، جبت الابسلون برقم اقسمها على الدايمتر، خش هنا هات لي الشرط بتاعي ومنها يا باشمهندس خش بالرينولدز نمبر تجيب الاف اهي. طيب كده يا باشمهندس انت جبت الرينولدز نمبر والابسلون على دي والاف، اللي يهمني والله الاف في المساله كلها. لما تيجي تجيب الاف يا باشمهندس هتطلع بتساوي 0.0156. وانس ان انت جبت الاف تروح تعوض فين؟ في الاتش فريكشن صح كده؟ تروح تعوض فوق هنا تجيب الاتش فريكشن. لما تيجي تعوض يا باشمهندس وتجيب الاتش فريكشن هتطلع بتساوي رقم. الرقم ده هتعمل فيه ايه؟ هتعوض فين؟ فوق عشان اجيب مين؟ الاتش بامب. وهو ده يا باشمهندس الهدف بتاعي. لما تيجي تجيب الاتش بامب بقى هتطلع بتساوي 105 متر. انت متخيل الاتش فريكشن عملت ايه؟ ده انت مطلع اتش فريكشن تقريبا ب 125. صح ولا مش صح؟ حد فاهم حاجه؟ حد فاهم اي حاجه؟ عشان كده لازم يحط بامب. تمام؟ ودوت منطقه يا باشمهندس اللينس بتاع المواسير كبير قوي، ده 11800 متر، منطقي جدا الارقام دي. في مشكله لحد دلوقتي؟ اكمل؟ طيب قول لي انت يا باشمهندس هدروس سيستم كيرف ازاي؟ يلا. السيستم كيرف اصلا هو ريليشن بتوين مين ومين؟ لا اتكلم بقى بالله عليك. قال لك هو ريليشن بتوين الكيو ومين؟ والاتش مين؟ الاتش ريكوايرد بتاعت البامب ولا الاتش فريكشن؟ اكيد ريكوايرد صح كده؟ قال لك يا باشمهندس هي دي الاتش ريكوايرد. طيب اعمل ايه يا باشمهندس؟ هتروح تعمل جدول جميل كده ظريف خالص وتقول له ايه؟ تقول له والله انت عندك كام كيو، من الكيو تروح تجيب فيلوسيتي، من الفيلوسيتي تروح تجيب رينولدز نمبر، من الرينولدز نمبر تروح تجيب الاف بتاعتي، من الاف بتاعتك تروح تجيب الاتش ايه؟ ريكوايرد. تمام؟ تجيب الاتش فريكشن وبعد كده تجيب الاتش ستاتيك وبعد كده تجيب الاتش ريكوايرد. تمام؟ طيب قال لك يا باشمهندس الكيو بتاعتك هتبدا بكام طبعا؟ بزيرو. هتطلع اتش ريكوايرد بكام؟ نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 20 اللي هو الفرق. باشا لو ده بزيرو هتعرف تجيب ده؟ 102.8 ناقص 122.8 هيطلع سالب 20. صح ولا مش صح؟ اهو. تروح تعوض بقى الكيوب ارقام مختلفه. طيب هتروح تعوض مثلا الكيوب 0.005 و0.01 و0.02 مثلا و0.03. تروح تجيب فيلوسيتي، رينولدز نمبر، الاف، كل الكلام ده تروح تجيبه عادي جدا. وبعد كده تجيب الاتش ريكوايرد. هنا الاتش ريكوايرد يطلع بسالب 13.04، بعد كده بقت 3.93، بعد كده 63.37، بعد كده 154.04. الشباب معايا كيو، معايا اتش ريكوايرد، معايا ورقه رسم بياني، مش هتعرف ترسم؟ اعرف ارسم السيستم كيرف. لما تيجي ترسم السيستم كيرف طبعا عند الكيو بسالب في الاول وبعد كده تطلع كده. ده السيستم كيرف بتاعك. في مشكله؟ في مشكله؟ طيب قال لك بعد كده ايه؟ قال لك والله يا باشمهندس وانس ان انت رسمت السيستم كيرف هات لي بقى مين؟ الموست سويتبل بامب. هات لي البمبايه الحلوه. عشان تجيب البمبايه حبيبي ايه اخبار يا سيف؟ اتس اسيومد. لا مش لازم خالص يتقفل يا باشا. انا الهدف يبقى ارقام اقل منه وارقام اكتر منه، بحيث لما اجي احط على الجراف يبقى النقطه دي في النص. فاهم؟ انت بترسم رسم بياني. طيب ركز بقى معايا يا باشمهندس. دلوقتي يا باشمهندس انا محتاج دلوقتي اختار البمبايه الحلوه. وكان مديك ايه؟ عشان تختار البمبايه الحلوه لازم يكون مديك ايه؟ البامب كيرفز صح كده؟ مديك الكام بامب كيرفز اهي. ركز بقى معايا وقول لي انت هختار مين. بص يا باشا مديك البامب كيرفز اهي موجوده في المثال. البامب كيرفز ده يا باشمهندس عندك والله البمبايه الاولى كده والثانيه والثالثه والرابعه
يبقى دي اي دبل تريبل كوادرنت اها. تروح تحط على البامب كيرف مين؟ السيستم كيرف، صح ولا مش صح؟ اهو السيستم كيرف لما تيجي تحط يا باشمهندس هيبقى عامل كده. تمام؟ بعد كده برضو هل كده انت اخترت البامب؟ اختار البامب بقى ازاي؟ قال لك بالظبط انهي كيو؟ انت محتاج السيستم ده يطلع كيو قيمتها الرقم الطيب ده عند اتش ريكوايرد كام؟ 105. يبقى انت معاك كيو للسيستم، معاك الاتش بامب للسيستم بتاعتك، تروح من هنا والله يا باشمهندس ده الكيو وده الاتش، تروح من هنا عند الكيو ب 0.025 هتطلع طلعات كده. خليني اظبطها لك، كانت هنا مثلا كده، وال 105 كانت كده. باشمهندس مش منطقي تماما تماما ان انت والله تحط هنا 0.025 وتحط هنا ال 105 وتطلع نقطه ما بتمشيش على الكيرف بتاع السيستم كيرف. تاني المعلومه دي مش منطقي تماما. الرجاله مش عاوز صوت، يا رجاله مش عاوز صوت خالص. مش منطقي تماما انك تجيب كيو انت مطلعها ومعاك الاتش بتاعتها وما تبقاش على السيستم كيرف، لان هو ده السيستم اللي انت اوريدي جبت له الكيو وجبت له الاتش. حد متفق معايا النقطه دي؟ بس انا بتكلم على السيستم كيرف ما بتكلمش على البامب كيرف. طيب قول لي بقى اختار انهي بامبايه؟ لقيت ان الكيو بتاعتك والاتش بتاعتك هنا. ايه؟ قال لك يا باشا لا ما قالكش حاجه في الكوست دلوقتي. اخد اللي فوق ولا اللي تحت؟ اخد اللي فوق ليه؟ بص اللي تحت هتوفر لك كيو اقل ولكن في وركينج اورز اكتر، واللي فوق هتوفر لك كيو اكتر في وركينج اورز اقل. باشا في شرط، في شرط 10 ساعات في اليوم، فانت مجبر يا باشا مش اختيارك انك تختار البمبايه رقم كام؟ 3. هي دي اللي هتختارها. ليه؟ عشان هتطلع لي كيو اعلى من الكيو اللي انت محتاجها، فهتطلع لك وركينج اورز اقل من 10 ساعات. حد متفق معايا يا رجاله؟ البنات حد متفق؟ ماشي. طيب بعد ما انت اخترت البامب هتقول له الاتي، هتقول له والله انا هختار البامب رقم 3، وتقول له والله الوركينج اورز الجديد، الوركينج اورز الجديد بيساوي كام؟ هتجيب الوركينج اورز الجديد ازاي؟ بالظبط هتروح معاك الكيو دي لما تيجي تجيبها هتطلع ب 0.026 يا عم. تروح تعمل الاتي 0.025 على 0.026 وتروح ضاربها في كام ساعه؟ 10 ساعات. يبقى انت الريشيو بتاعه الكيو ضربتها في ال 10 ساعات هتطلع رقم اقل من ال 10 ساعات 9.62 اورز اهو. يبقى انا دلوقتي يا باشمهندس معايا الوركينج اورز، معايا الكيو اوبريتنج اللي هي بتساوي 0.026 متر كيوب بير سكند، معايا الاتش اوبريتنج اللي هتجيبها طبعا عند النقطه دي تروح تجيب لي الاتش طبعا هتطلع بتساوي 114.3. حد معترض على الكلام ده؟ كل الكلام ده انا قلته المره اللي فاتت ولكن انا بعيد بس عشان تبقى عندك النولج اكتر. صور عشان اكمل المثال. معايا؟ ركز بقى معايا. ركز معايا. نفس الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت. باشمهندس خلاص بقى. قال لك بعد ما انت عملت السيستم بتاعك وطلعت الكيو، الرجاله اللي ورا، رجاله انا مش عاوز صوت خالص. قال لك بعد يا باشمهندس ما طلعت الكيو نود اللي هي ب 0.026 وبعد ما طلعت الاتش نود اللي هي ب 114.3 والله يحسب لي الكوست بقى بتاع الايه؟ بتاع البايب مع الايه؟ مع البامب مع مين؟ مع هتحتاج كام كيلو وات؟ اعمل ايه يا باشمهندس؟ مديك والله الاتي. قال لك الكابيتال كوست بتاع البايبس والفيتنجز بتاعتي لكل متر داش، يعني لكل متر واحد قال لك بيساوي 1.2 في الديامتر، وبيقول لك ان الديامتر دوت بالمليمتر. في مشكله؟ قال لك طيب واللايف تايم بتاع البايبس ب 8 سنين
والاوبريتنج والمينتننس بتاع البايبس 1% من الكابيتال كوست، والاوبريتنج والمينتننس بتاع البامب 5% من الكابيتال كوست، والكوست بتاع ال1 كيلو وات لكل ساعه ب 20 قرش، والانترست ريت ب 10%. ومديك كمان ان الاوبريتنج والمينتننس بتاع البامب مديك اللايف تايم بتاع البامب بيساوي 15 سنه، ومديك الكوست بتاع البامب رقم 3 اللي انت اخترتها ب 580,000. يلا هات لي الكوست يا باشمهندس. اعمل ايه؟ ايه؟ ما تزعلنيش منك يا اسلام في الاخر، ما تزعلنيش منك. ماشي يا عم عشان انا بحبك والله. ماشي انت واندرو. ماشي طيب بيقول لك يا باشمهندس دلوقتي تعالى الكوست، هجيب سي 1، هجيب سي 2، هجيب سي 3. سي 1 اجيبها ازاي؟ يلا قول لي. سي 1 دي اصلا كانت تبع ايه؟ الكابيتال كوست بتاع البايبس والاوبريتنج والمينتننس بتاع مين؟ بتاع البايبس. طيب سي 1 يا باشمهندس اجيبها ازاي؟ الكابيتال كوست في الريكفري فاكتور وبعد كده الاوبريتنج والمينتننس. اهي يا باشمهندس سي 1 يا باشمهندس هجيبها كالاتي: الكابيتال كوست بتاع البايبس ب 1.2 في الدايمتر لكل متر داش. ركز بقى بص هعملها ازاي؟ ب 1.2. انا اخترت دايمتر كام لو انت فاكر؟ 150. قال لك حطها بالملي لكل متر داش، يبقى هضرب في كام متر؟ 11800 متر صح كده؟ اهي كده انت جبت الكابيتال كوست. تروح تضربها في كام؟ رجاله يا رجاله قلت وربنا ما في صوت، مش عايز اسمع صوت. خلاص؟ طيب جبت السي 1 يا باشمهندس، هنروح اضربها في الايه؟ في الريكفري فاكتور اللي هو الاي في الواحد زائد الاي الكل اس ان على الواحد زائد الاي الكل اس ان ناقص 1. كل الكلام ده زائد ايه؟ قال لك زائد الاوبريتنج والمينتننس. الاوبريتنج والمينتننس يا باشمهندس في البايبس بكام؟ ب 1%، يعني 0.01 اضربها في الكابيتال كوست اللي هو اللي انت جبته فوق ده اهو، حطها هنا. يبقى انت يا باشمهندس جبت سي 1. لما تيجي تحسب سي 1 يا باشمهندس هتطلع بتساوي 300,482 جنيه. يلا هات لي سي 2. اعمل ايه يا باشمهندس سي 2؟ هي بس البامب بدل الرقم الكابيتال الكبير ده لا، انا هاخد 580,000 على طول اهي، واروح اضربها في نفس الريكفري فاكتور اهو، الكل اس ان على الاي زائد الواحد الكل اس ان ناقص 1. كل الكلام ده زائد الاوبريتنج والمينتنس بتاع البامب 5%، يعني 0.05 اضربها في ال 580,000 اهي. طيب تركز بقى معايا، الاي هنا بكام؟ ب 10%، 0.1. الان بكام؟ ب 15 سنه في حاله البامب، انما في حاله البايبس كانت بكام؟ ب 8 سنين. ما تنساش شوفيها تاني. يبقى انا عندي السي 2 1.37.692 جنيه صح كده؟ في مشكله؟ طيب باشمهندس روح هات لي السي 3. عشان اجيب السي 3 بقى محتاج ايه؟ السي 3 اوبا، محتاج ايه من السي 3؟ طب هي السي 3 كانت بتعبر عن ايه اصلا؟ انا ناقص لي حاجه ما حسبتهاش. كهرباء يا جماعه، محتاج اعرف الكهرباء بتاعتي بكام؟ هحتاج كهرباء قد ايه؟ طيب يا باشمهندس عشان اعرف احتاج كهرباء قد ايه كنت محتاج ايه؟ اول حاجه تجيب الووتر باور اللي هي كانت بتساوي ايه؟ الجاما في الكيو في الاتش على ال1000. ال1000 اللي هي يا باشمهندس عشان تحولها لكيلو وات. طيب الجاما في الحاله دي كنت بتعوض بيها بكام؟ ب 9810. الكيو بتاعتك هي الكيو اوبريتنج اللي انت اوريدي هتستخدمها ب 0.026. الاتش بتاعتك هي الاتش اوبريتنج ب 114 اهي 0.3. لما تيجي تجيب الرقم ده يا باشمهندس هيطلع بيساوي 29.15 كيلو وات. هل ده اللي هتضربه في ال 20 قرش؟ تاني، هل الووتر باور اللي انت جبتها هي اللي هتضربها في ال 20 قرش؟ محتاج اجيب ايه بقى؟ الكتريكال باور. اجيب الالكتريكال باور منين؟ من الافشنسي. الله ينور عليك. طب الافشنسي بقى اجيبها منين؟ هو مديك الكيرف والله يا باشمهندس، مديك الكيرف بتوين مين؟ والله مديك الكيرف بتوين الكيو ومديك
كيرف بتوين الافشنسي. هخش بالكيو بتاعتي، انهي كيو؟ اللي هي 0.026 وتخبط في الكيرف تجيب الافشنسي. يبقى انا هروح اجيب الافشنسي هتساوي كام؟ حاجه و80%، 90% اهي. تروح يا باشمهندس بعد كده تجيب الالكتريكال باور بيساوي ال 29.15 على ال 0.9 هيطلع بيساوي 32.38 كيلو وات. ها بعد كده اعمل ايه؟ اضرب الرقم ده في كام؟ اضرب الرقم ده في ال 20 قرش. قال لك بس خلي بالك الكلام ده لكل ساعه، فتروح تعمل ايه؟ عشان تجيب السي 3 هتساوي ال 32.38 اللي انت احتجتها في 20 قرش في عدد الساعات اللي هو 10 ساعات ولا 9.62 9.62 صح كده؟ يبقى هضرب الرقم ده في ال 9.62 وتروح تضربها في ايه؟ في 365 يوم، لان كل الكوست اللي انت بتحسبه ده هو انيوال كوست، يعني كل سنه محتاج قد ايه؟ ومن هنا يا باشمهندس تجيب السي 3. شكرا على كده. دي بقى الخطوه اللي بعديها، بيقول لك ماشي يا عم، شايف كل الكلام اللي انت عملته ده؟ ارميه. احنا مش هنستخدم بامب، كانك مش شايف البامب دي. قول لي النيو دايمتر اللي انت محتاجه لو انت شلت البامبايه. سؤال هو انا لو شلت البامب محتاج دايمتر اكبر ولا اصغر؟ اكبر. اصغر ليه؟ عشان الايه؟ علشان يزود. فكرتي صح؟ باشمهندس انا محتاج دايمتر اكبر عشان يقلل الاتش فريكشن، فالبامب اللي انا مش عاوزها دي انا عاوزها اصلا عشان اتش فريكشن، خلاص هقلل الاتش فريكشن. فتروح تعمل ايه؟ تقول له والله ابدا من الاول، ابلاي برنولي اهي ال 122.8 زائد احط اتش بامب؟ لا، بتساوي ال 102.8 زائد الاتش ايه؟ فريكشن. فالاتش فريكشن على طول بقت بتساوي اهي، بتساوي ال 20 اللي هي بتساوي ال 8 في الاف في ال في الكيو على الباي سكوير في الجي في الدي باور 5. معاك ايه وما معاكش ايه؟ لا هو قال لك بقى ان انت محتاج الدايمتر اللي هيوصل لك نفس الكيو، ده اول مطلوب. يعني قال لك محتاج الدايمتر اللي يوصل لك نفس الكيو، يبقى انت اوريدي معاك الكيو، معاك الجي، معاك الدي، معاك اللينس، الارقام دي كلها. الاف معاك؟ ليه الاف مش معاك؟ ليه ما استخدمتش الاف اللي انت لسه جايبها؟ لان الاف معتمد على الفيلوسيتي، والفيلوسيتي معتمده على الاريا، والاريا معتمده على الدايمتر الجديد اللي انت هتجيبه. يبقى انا مش معايا الاف ومش معايا الدي، يبقى انا معايا ايكويشن واحده بمجهولين. والله يا باشمهندس لما تيجي تجيب الايكويشن بالمجهولين دول هيطلع بيساوي 10.45 بتساوي الاف على دي باور 5. اعمل ايه بقى؟ ايه؟ الله ينور عليك، هاسيوم صح؟ يلا ايتريشنز. طيب هبدا الايتريشن بمين؟ هايتريت الاف ولا هايتريت الدايمتر؟ يا باشا بص، انت عندك ستيبس في الدايمتر بس ما عندكش ستيبس في الاف. بمعنى يعني الدايمتر انت كنت 150 هتنط نطه بقى 200، نجرب ال 200، لو ال 200 مش نافعه هتنط نطه يبقى 250. حد فاهم حاجه؟ يبقى انا يا باشمهندس دلوقتي لا والله الاحسن ليك انك تاسيوم الدايمتر اللي هو بيساوي 200 مللي. حلو قوي. معاك الدايمتر تروح تجيب الايه؟ الاف. اجيب الاف ازاي؟ اجيبها بقى ازاي؟ لا 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 لا، الايكويشن دي هو اللي هتتشيك بيها انت صح ولا غلط، ولكن الاف في الحقيقه بتتجاب ازاي؟ والله يا باشمهندس تروح بقى تجيب الرينولدز نمبر. بص يا عم اهي، هجيب الدايمتر وتروح تجيب الاريا وتروح تجيب الفيلوسيتي وتروح تجيب الرينولدز نمبر، وبعد كده تروح تجيب الاف بتاعتك. وانس ان انت جبت الاف عوض بيها وتعوض بالدايمتر وتشوف حققت ولا ما حققتش. طب لو ما حققتش اعمل ايه؟ هفرض ايه؟ دايمتر اكبر. طب لو عملت دايمتر اكبر وما حققش؟ بالراحه بقى، انت جبت الاف بتاعتك
جبت الدايمتر عوضت بيهم ما حققتش الايكويشن دي، زودت الدايمتر بقى 250، عملت نفس الاتريشن الجميله، رحت على الايكويشن دي ما حققتش. الفكره كلها هو مين اللي هيحدد الصح ولا غلط يا جماعه؟ الايكويشن دي بس. بصوا يا جماعه انت بتشيك حاجه واحده، هل الستاتيك اليفيشن ده هيقاوم الاتش فريكشن ولا لا؟ يعني بمعنى يعني وانس ان انت جبت الاف، لا 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 لا، روح هات لي الاتش فريكشن. لو الاتش فريكشن اكبر من 20 متر يبقى انت ينفع تستخدم الدايمتر ده، يبقى اقول له لا انا هريفيوز شكرا. طب لو الاتش فريكشن اقل من 20 متر هل ينفع تستخدم الدايمتر ده؟ يبقى انت يا باشمهندس هتروح والله تتشيك الاتش فريكشن، لو اقل من 20 يبقى انا خلاص والله الدايمتر بتاعي اللي انا هستخدمه كان بيساوي 250 مللي، وطلعت اتش فريكشن تقريبا ب 10 بوينت حاجه 10.68، يعني مطلع اتش فريكشن قليل جدا الاستاتيك قدر يتغلب عليه، فرق الاليفيشن ده قدر يتغلب عليه. يبقى انا تمام ولا مش تمام؟ انا تمام. ولكن يجي يقول لك انا جبت الدايمتر، يجي يقول لك هات لي بقى كيو جديده، ما انت قللت في الاتش فريكشن، خلاص طلع نفس الكيو، هات لي كيو. انا عايز اوصل، يعني عايز ابدا الاول ان انا هوصل نفس الكيو، لقيت ان انا استخدمت دايمتر كبير فممكن اوصل كيو اعلى عشان انا جبت اتش فريكشن اقل من 20، انما لو الاتش فريكشن بتساوي ال 20 هطلع نفس الكيو اللي هو اداها لي. ليه خلاص انت كده خلصت يا عم اهي، خلصت. ده اول سؤال. مين اللي مش هينفع يتغير؟ الاف بالظبط، دي بقى النقطه، هتروح بقى تلف عشان تجيب الكيو الجديده بالدايمتر الجديد. الراجل ده بيقول لك ايه؟ انتوا تهتوا مني صح؟ على فكره بشرح مثال 6 كله عشان الحته دي. تمام؟ طيب باشمهندس انت جبت الدايمتر صح؟ كانك مش شايف باقي المساله خلاص. ارجع قول له ايه؟ تو جيت الكيو، عشان اجيب الكيو هعمل ايه؟ هقول عادي الاتش فريكشن بتساوي كام؟ هي ال 20 صح؟ وال 20 دي بتساوي 8 في الاف في ال في الكيو سكوير على الباي سكوير في الجي في الدي باور 5، وتروح تحط الدي الجديده. فبقى عندك ايكويشن واحده في مجهولين، هم مين المجهولين؟ الاف ومين؟ والكيو، صح ولا مش صح؟ وتروح بقى تعمل الاتريشن الجميله عشان توصل لنفس المعادله دي انها تطلع صح وتطلع الكيو الجديده اللي هي بالدماغ هتطلع اكبر من الكيو دي ولا اقل؟ اكيد اكبر. ليه اكبر؟ عشان زودت الدايمتر، بس مش بس، عشان الاتش فريكشن كمان اقل من الايه؟ من الاستاتيك، فهطلع كيو اكبر. قال لك الكيو دي هتطلع مش عارف بكام اهي، ب 0.035 متر كيوب بير سكند، وهتطلع وركينج اورز بيساوي 7 ساعات. الايه؟ ما انا ثبته بقى يا باشا، انا ثبته والله الاتش فريكشن ب 20. ايوه مش تاني بالراحه، تاني انت طلعت الاتش فريكشن ب 10 في حاله ان انا استخدمت الدايمتر ده، والدايمتر ده هيطلع نفس الكيو دي. حلو؟ قال لك لا انا هستخدم الدايمتر ده وهطلع كيو مختلفه بنفس الاتش فريكشن اللي هي بكام؟ اللي هي ب 20. يعني هحاول استغل على قد ما اقدر الديفرنس بين الاليفيشنز ده ان هو يتغلب على الاتش فريكشن ويديني كيو اعلى. حد فاهم حاجه؟ الدنيا بتلف حوالين بعض. اخر حته تاني، بص يا باشا، دلوقتي انت ما عندكش مشكله ان انت جبت الدايمتر بالحاله الاولانيه. قال لك بقى ايه؟ ثبت الدايمتر وهات لي الكيو الجديده. فهعمل اتريشنز ثانيه ولكن بتوين الكيو وبتوين الاف. فهعمل ايه؟ افرض حاجه منهم، افرض الكيو، هتفرض الكيو اكيد برقم اكبر من الرقم دوت، ولكن مثلا ب 0.03، وتروح تكمل من الكيو تجيب مين؟ مش الاف على طول بقى، لف بقى اللفه كلها من الكيو ومعاك الاريا تجيب الفيلوسيتي، من الفيلوسيتي تجيب الرينولدز نمبر، من الرينولدز نمبر تجيب الايه؟ الاف بتاعتك، تعوض بالاف بتاعتك هتلاقي المعادله غلط، ترجع تاني لحد ما المعادله دي تبقى ستاتيك، تبقى ال 20 بيساوي ال 20. الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد، يبقى انا كده تمام، يبقى وقفت عند الكيو. حد فاهم حاجه؟ راح قال لك ايه بقى في الاخر؟
قال لك يا عم طيب انت عملت دلوقتي سيستم بالبامب وسيستم من غير البامب، ما تقول لي يا باشا فاليو انجينيرنج مين هيطلع كوست اعلى؟ انت اوريدي حسبت الكوست هنا صح؟ تعرف بقى تحسب الكوست هنا ازاي؟ مفيش بس بامب، بس الفرق كله في الايه؟ في البايبس والفيتنجز والايه؟ كام كيلو وات عندك؟ بس مفيش بامبايه. يعني السي 2 مش موجوده ولا سي 3 ولا سي 3، ده هي سي 1 بس، عشان سي 3 اصلا معتمد على مين؟ على البامب بتاعتي، هي سي 1. جيب السي 1 وشوف بقى السي 1 دي هل هتناظر التوتال كوست اللي انت جبته اللي هو سي 1 وسي 2 وسي 3 ولا اكبر ولا اقل؟ حد فهم اي حاجه؟ حد فهم حاجه؟ صور. انا حليناه المره اللي فاتت تمام؟ ده اكزامبل رقم 8. ولكن يا باشمهندس في اكزامبل رقم 8 المره اللي فاتت اول حاجه عملنا ديزاين. لما جينا عملنا ديزاين طلعنا الدايمتر بتاعنا ب 500 مللي، بعد كده طلعنا الاتش ريكوايرد، بعد كده رسمنا السيستم كيرف، بعد كده سقطنا السيستم كيرف على البامب كيرف، بعد كده اخترنا البامبايه بتاعتنا كانت بامب رقم 3 وطلعنا الكيو اوبريتنج ب 0.24 متر كيوب بير سكند، وطلعنا الاتش بتاعتنا ب 49 متر اللي هي الاتش نود، وطلعت ان الافشنسي بتاعتي ب 82% والفيلوسيتي بتاعتي ب 1.22 متر بير سكند. قال لك بعد كل ده سألك سؤال، قال لك هات لي المينيمم بريشر ريتنج which is minimum pressure rating بتساوي 1.5 الماكسيمم بريشر هيد. مين هو البريشر هيد؟ البي على جاما صح؟ بيقول لك يا باشمهندس في حاجه اسمها البريشر ريتنج، يعني من الاخر البريشر اللي هتديه للبايب بتاعتك، اقل بريشر هتديه للبايب. هم بقى حاطين حاجه بيقول لك والله ان البريشر هتديه بالبايب هو بيساوي 1.5 الماكسيمم بريشر هيد. فهو محتاج ايه؟ محتاج يجيب البريشر ريتنج عند نقطه سي، ومحتاج يجيب البريشر ريتنج عند نقطه ايه؟ نقطه ايه ونقطه سي. من الاخر محتاج يجيب البي اوفر جاما عند النقطتين دول، ومديك ان انت عند نقطه سي الجراوند ليفل ب 136.7، مديك ان انت عند نقطه ايه الليفل بتاعك ب 128.6، مديك كمان كروس سكشن بيقول لك ان انا عندي الجراوند ليفل فوق ده وهبعد عنه 2 متر هيبقى البايب بتاعتي السنترويد بتاع البايب. قول لي اعمل ايه؟ بس والله برنولي يا جماعه بكل بساطه. ازاي؟ هبدا امسك نقطه ايه يا عم؟ عند نقطه ايه ات بوينت، ركز بقى معايا، ايه اهو عند نقطه ايه يا باشمهندس؟ انت عندك لو انت عاوز تجيب البي ايه اوفر جاما، مش هو بيساوي التوتال انرجي لاين ناقص الزد عند الاي ناقص الفي اي سكوير على ال2 جي؟ صح ولا مش صح؟ نقطة A دي هي نقطة وانس بعد البامب، على طول بعد البامب على طول، تمام؟ قال لك اجيب البريشر عن نقطة A ازاي؟ والله يا باشمهندس أول حاجة التوتال انرجي لاين عن نقطة A بيساوي كام؟ إيه؟ يا راجل يا طيب التوتال انرجي لاين بيساوي البي زائد الزد زائد الفي. تمام. طيب باشمهندس أعمل إيه دلوقتي؟ والله يا باشمهندس التوتال انرجي لاين عند نقطة A بيساوي كام؟ لا 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 ارسم توتال انرجي لاين يا عم، انا غلطان. ادي هو التوتال انرجي لاين هيفضل ماشي كده، هيجي عند البامب ايه اللي هيحصل؟ هيطلع طلعه، وقال لك نجلكت الماينر لوسز في السؤال، وهيبدا ينزل هيروح لمين؟ للووتر سيرفيس هنا. حلو قوي. طيب التوتال انرجي عند النقطه دي كده، دي نقطه ايه بكام؟ 128.6 زائد مين؟ الهيد بتاع البامب اهي. يعني هشيل الراجل الطيب ده، شيله يا عم، وحط 128.6 زائد الهيد بتاع البامب بكام؟ ب 49 اهي. طيب الزد عند نقطة ايه بكام؟ مش مديك هو اليفيشن عند نقطة ايه؟ مش مديها لك. هي ال 128.6 بس. الله ينور عليك. هتروح منك كام؟ ال 2 متر صح؟ هي ال 128.6 ولكن ده الجراوند ليفل عن نقطة ايه؟ هتروح منها كام؟ ال 2 متر. يعني الزد ايه؟ بتساوي ال 128.6 ناقص ال 2. طيب الفي سكوير على 2 جي اهي، الفي اهي يا باشمهندس، خلاص الموضوع انتهى. 1.22. حتى هذه اللحظة في أي مشكلة؟ طيب هيطلع عندك
البي اي على جاما بيساوي 50.92. حلو. طيب عند نقطة سي، يا رجاله مركزه معايا بس، الناس اللي ورا، الناس اللي ورا، اصحى يا باشا، اصحى اصحى بالله عليك. عند نقطة سي يا باشمهندس هجيبها ازاي؟ نفس الكلام صح؟ طيب اتكلم انت بقى معايا، مش هتكلم. لا اتكلم بصوت عالي. بي سي على جاما، ها؟ تاني التوتال انرجي لاين عند نقطة سي اجيبها ازاي؟ ايه؟ نقطة سي دي عند جراوند ليفل 136.7. اللي هو ايه بقى؟ ايه هو نفس الكلام؟ انا عاوز اجيب التوتال انرجي مش الزد. الزد زي ما انت بتقول الاليفيشن بتاعها هطرح منها ال 2 متر، ولكن التوتال انرجي لاين عند نقطة سي اللي هو الحتة دي بالظبط. من ايه بقى؟ صح صح سموه ثلاثات بالظبط، صح كده اهي يا باشمهندس. والله انا معايا اللينس ب 2 كيلو ومعايا الراجل الطيب باليفيشن بيساوي كام؟ بيساوي 177.6. طيب اهي، ما الحته اللي انت نزلتها دي يا بني ادم هي الاتش فريكشن مضروبه في اللينس. متفق ولا مش متفق؟ الاتش فريكشن انت اوريدي جايبها في المثال، كنت جايبها اضربها في اللينس اللي هو ال 2 كيلو، جبت الحته الفيرتيكال اللي انت نزلتها. لان الاتش فريكشن بيعبر عن الايه؟ هو اتش فريكشن على اللينس، على اللينس توتال. اضربها في اللينس الجديد، يعني السلوب اضربه في اللينس الجديد جبت الفيرتيكال بتاعتي. حد متفق؟ حد فاهم حاجه اصلا؟ هصدق وخلاص ماشي. طيب الزد سي يا اسلام انت لسه قايلها، هجيبها ازاي؟ اهي الارقام اهي 136.7 ناقص كام؟ 2 متر. والفيلوسيتي عند نقطه سي كده كده ب 1.22، الديامتر ما اتغيرش، يبقى انا جبت البي سي اوفر جاما بتساوي كام؟ ب 37.34 متر. بس هل انت كده خلصت؟ لا، اضربها بس في 1.5 مش اكتر. جبت الريتنج بريشر. شكرا على كده. هي حته جديده فقلت اشرحها لك. تمام؟ في مشكله في الحته دي عشان يجي يطلب منك البريشر او ريتنج ايه؟ حلو. بصي انت في مثال رقم 8 هجيبها لك كارقام. كنا جبنا الاتش فريكشن بكام؟ بواحد اهي. الاتش فريكشن كنا احنا جبنا في مثال رقم 8 ان الاتش فريكشن بيساوي 41.08 متر. طب لو قسمت الاتش فريكشن دي على التوتال لينس بتاعي، التوتال لينس، مش انا كده جبت الاسلوب بتاع الخط ده؟ الاسلوب يعني الميل. طيب ما هو الميل بيساوي المقابل على المجاور، يعني انا محتاج المقابل، فهعمل ايه؟ هضرب المجاور في الميل. المجاور ده هو اللينس صح؟ ضربته في الميل بتاعي، فضربت اللينس بتاعي في الاتش فريكشن على اللينس توتال اللي هو السلوب. جبت الايه؟ الفيرتيكال ديستانس بتاعتي، اطرحها من ال 177.6 جبت التوتال انرجي لاين عند نقطه سي. خالص؟ لا هو طالب النقطتين دول. هو كان طالب كل النقط، وكان طالب عند النقطه دي وكان طالب عند النقطه دي بس هي يعني. تمام؟ في مشكله دلوقتي؟ خالص؟ طيب بكده يا باشمهندس انا خلصت لك لحد مثال رقم 8. من 1 ل 8 انت تعرف تحل اي مثال باذن الله رب العالمين. من المره الجايه هنخش في الايه؟ في الجزء الجديد. طيب معلش كده هفتح معاكم بس كده امتحان فاينل. ركز بقى معايا، ركز بقى، ركز يلا. مثال في امتحان 2018 بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي تانك عندي اليفيشن 5 وعندي بامب، باخد الميه من اليفيشن 5 ارميها لليفيشن كام؟ 22. وبيقول لك والله ان اللينس بتاع البايب ده ب 4.5 كيلو متر، وبيقول لك ان الديامتر بتاع البايب ب 250 ملم، وبيقول لك ان البايب دي كاست ايرون والرفنس هايت بتاعها ب 0.15 ملم. مين هي الرفنس هايت؟
يعني ايه كلمه رفنس هايت؟ الابسلون، صح كده؟ الراجل ده طيب وقال كلام زي الفل. باشمهندس تخلي بالك من الحاجات اللي بيقولها لك بالله عليك، دي اللي هي الابسلون. في ناس تاخد لك دي بابسلون على دي وتبقى مصيبه. لو جبت الاف غلط، جبت اتش فريكشن غلط، كملت المساله كلها غلط. تمام؟ يبقى ديت الابسلون بتاعتك، ومديك جدول بيقول لك الجدول ده بتاع البامب المستخدمه. يعني ده البامب كيرف بتاعي. البامب كيرف بتوين الكيو والاتش، والافشنسي كيرف بتوين الكيو والافشنسي، اهو الجدول بتاعك. اول مطلوب بيقول لك ايه؟ ارسم لي السيستم كيرف. ارسم السيستم كيرف ونجلكت الماينر لوسز. اعمل ايه؟ هعمل جدول، صح؟ هعمل جدول فيه ايه بقى؟ اول حاجه اصلا قبل ما اعمل الجدول اعمل الايكويشن بتاعتك، صح؟ الايكويشن هو الخمسه زائد الاتش بتاعت البامب بتساوي ال 22 زائد الاتش فريكشن. الاتش فريكشن يا باشمهندس هتعوض بيها 8 في الاف في ال في كذا في كذا في كذا، تمام؟ وتبدا تحط الحاجات اللي عندك وتبدا تعوض. عند الكيو بتساوي 0 هتلاقي طبعا ان الاتش بتاعت البامب بتساوي كام؟ 22 ناقص كام؟ ناقص 5. عند الكيو بتساوي كذا، عند الكيو بتساوي كذا، عند الكيو بتساوي كذا، جبت الاتشات دي كلها. اللي انت عايز تعوض بيها برضه عشان تحطها تحت بعضيها كده، والله تبقى انت ذكي وفنان. حد فاهم حاجه؟ بس ده مش لازم. بس الراجل ده قال لك طب ما الكيو موجوده، ما تحط تحتيها على طول الاتش بتاعت السيستم كيرف وتحطها هنا براحتك. ماشي؟ المهم تطلع ديفرنس كيو مختلفه بس كتير واطلع منها الاتش بتاعتي. طيب السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي and determine الاوبريتنج بامب هيد اند ديسشارج. طلع لي بقى البامب هيد بتاعتي، البامب هيد والديسشارج بتاعها. يعني ايه كلمه determine البامب هيد والديسشارج؟ انا طلعت كيوهات اتش بامبات حطيتها في نفس الجدول، اجيب ازاي الاتش اوبريتنج والكيو اوبريتنج؟ ما هو مش مديك رسمه، هو مديك جدول بس. مثلا ماشي حلو، يبقى انت عند نفس الكيو ونفس الاتش ارسم يا عم كيرف لو انت عاوز ترسمه، وارسم السيستم كيرف، وتقاطع الاثنين مع بعض هو ده هيبقى مين؟ الكيو اوبريتنج والاتش اوبريتنج. فيها مشكله؟ هنا قالت لك لا يا عم انا مش هعمل كده. يا عم ما هو لو انت عند نفس الكيو وعندك نفس الاتش في البامب كيرف، يبقى انت عند نفس الكيو وعندك نفس الاتش في السيستم كيرف. فلو لقيت كيو زي كيو ان عندها نفس الاتش وانت بتجيب الاتشات دي، مش انت هتجيب هنا اتشات؟ لو فرضا مثلا الاتش انت جبتها هنا طلع ب 30، يبقى الكيو بكام؟ والاتش صح هي. فاهم حاجه؟ بس ده حظك لو طلع كده، وفي الغالب طبعا مش هيطلع كده، هيطلع بين البنين. فارسم احسن. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك كالكوليت الانيوال كوست اوف البامب والباور كونسامبشن، ومديك الكابيتال كوست بتاع البامب، ومديك اللايف تايم بتاعها والانترست ريت، ومديك الكوست بتاع الكيلو وات اور، ومديني ان انا هشتغل 16 ساعه في اليوم. هعمل ايه؟ محتاج كوست بس. هجيب سي 2 عادي جدا وسي 3 عادي جدا. صح كده؟ في مشكله في المثال ده يا جماعه؟ في اي مشكله؟ هتلاقي اول مثال في الامتحان في حاله البامبس هي الحاله دي، ما بيغيرش. يجيب لك الاتش ريكوايرد، ارسم السيستم كيرف، هات لي الاتش اوبريتنج، هات لي الكوست، وهكذا. صور. طيب كده يا باشمهندس الحمد لله رب العالمين احنا خلصنا مع بعض يعتبر نص شابتر 6. ناقص لنا النص الثاني بتاع حاله البامبس المختلفه، وهنرسم حاجه اسمها الكيرف فاميلي. شويه حاجات كده هنبدا نتعرض ليها الاسبوع اللي جاي. فباذن الله رب العالمين الاسبوع اللي جاي هنكون مخلصين شابتر 6. الاسبوع اللي جاي 2 سيكشنز هنكون باذن الله رب العالمين مخلصين شابتر 6 كامله، وهنحل عليها الامثله الفاينل ديت بالنسبه لشابتر 6.